اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا رب. اليوم جيتكم بهادو الفطائر من اروع ما يكون، بنان ساهلين وخفاف يوجدوا في اقل من نصف ساعة. تبعيني وشوفي طريقة التحضير. وهنايا في مقلة نجيبو قيس 3 مغارف زيت، مقلة سخونة بطبيعة الحال. يعني هادو الفطائر ملاح بزاف، سورتو المرا اللي تكون خدامه ولا تكوني لاهيه ولا تكونوا في خرجه، خفاف ساهلين توجديهم بالخف ما يشدوش كامل اليد. هنايا عندي قيس حبه بصل متوسطه. البصله هنايا لازم تكون شويه رقيقه، تكون مقطعه على رقيق يعني، باش ما يجيش الجود تاعها قوي بزاف في الفطائر. وهنايا نقيسي نقليها غايه باش تاخد لي تشحيره شابه. مور ما تتقلى لي البصلة شوية نزيد عليها مباشرة الكفتة تاع الدجاج. وبطبيعة الحال الحشوة دائما تبقى اختيارية، هادو أذواق يعني، وكل واحد واش يحب في ماكلته. أنا تعجبني هذه الحشوة ديما نديرها، نعتمدها في هادو المملحات تجيني بنينة بزاف. هنايا كإضافة إذا حبيتي تزيدي الفلفلة خضرة يعني زيديها، تعطيك بدنة شابة. انا صراحة ما كانش عندي، درت الحاضر يعني. وهنا نروح للتوابل. شندير عندي نصف ملعقة قهوة قرفة، نصف ملعقة قهوة حرور، ونصف ملعقة كركم. وهنايا نقيسي الماكسيموم ندخل لي زيبيس في الكفتة تاعي باش تتشرب لي القو مليح هكذا باش تجي بنينة ونطوق كل حبة الحق تاعها. يعني هذه الوصفة مليحة بزاف، ما تكونيش قاعدة ولا تكوني لاهية، يعني ديريها بالخوف ليه يعني قاع ما تشدلكش اليد. والحاجة اللي يحبوها الأطفال باينة بلي يحبوها الكبار، وإحنا ماذا بينا ولادنا ياكلوا هادو الصوالح، ياكلوهم في الدار خير من ياكلوهم برا. هنايا عندي حبة طماطم صغيرة مقشرة ومقطعة قطع صغيرة، ضفتها بعد ما تقلت لي الكفتة غاية. هنا الطماطم غادي تعطي ذوق رائع للكفتة تاعي وتجي بنينة وهايلة. هنايا ضفت ملعقة ملح، ملعقة قهوة بطبيعة الحال. كما نعرفو كامل الطماطم تبغي الملح، مي ما نكترش بزاف على حسب لوغو صاي باش تجي بنينة وخلاص. هنا نعطيها حقها متقلية بتجيني بنينة. وهنايا مع التالي كنت درت فص توم كبير، وهنا فقط مقطع راحلي. مع التالي ديري فص كبير توم يجيك بنين، تقعد البنة تاعه باينة، خير ملي ديريه مع الاول باش ما تروحش البنة تاعه. وهنا حبوباتي تخلي الحشوة تاعك تتقلقي 2 دقائق ولا ما تكتريش عليها، يعني قد ما تتشحر شوية وتاخد البنة. جيبي هنايا نصف ملعقة طماطم مصبرة النوعية اللي عندك، ضيفيها خلطيها غاية في الكفتة تاعك، تعطيها طعم رائع يعني. هادو الأكلات ملاح مرة على مرة ديريهم تفرحي بيهم ولادك ياكلوهم، سيختو لما كانوش ياكلوا لك الخضرة تنجمي حتى ديري فيهم الخضرة. كما قلت لك الحشوة تبقى اختيارية نتيا والجود تاعك. هنايا خليها تنشف من الماء شوية، مور ما تنشف لي شوية من داك الماء تاع الطماطم نوخرها بجهة ونخليها تبرد، ونروح مباشرة للعجينة نوجدوها في رحبة. وهنا ديري قيس 3 كيسان فرينة يعني بالعبر. العجينة ما راحش تديلك كامل الوقت، ساهلة توجديها ليه. العجينة هذه ما تحتاج كامل تخمر، غادي ديريها مباشرة تخليها تريح مامبا 5 دقائق وديريها، يعني ما راحش تديلك كامل الوقت. وهنايا نرجعو للعجينة، نديرو ملعقة كبيرة سكر، ملعقة صغيرة ملح، كيس خميرة كيميائية وزن 10 غرام، حوالي 3 ملاعق زيت. ونلمو العجينة بالحليب، الحليب بدرجة حرارة الغرفة ولا بارد يعني كما تحبي لي عندك ديريه. غادي يديلك كأس إلا ربع حليب. من تتلايم لي العجينة ندلكها حوالي دقيقة ونقرصها ونخليها بجهة ترتاح لمدة 5 دقائق، ونبدأ مباشرة في طريقة التحضير. هنا بواسطة حلال نفتحو دائرة العجينة بسمك رقيق شوية باش طيب لي من الداخل، ونحشيها بالكفتة والفرماج رابي والفرماج بورسيون.
نحاول نغلق الحواف تاع العجينة تاعي بإحكام باش ما تنتحليش وقت الطياب، ونقادها مع الحواف تاعها، وهاي ليك الحبة تاعي راهي جاهزة. نروحو مباشرة نطيبوهم مع بعض، مراحش كامل يدو الوقت، يعني توجديها منا طيبيها منا، مام في طيابها ما تديش كامل الوقت، وما تغفليش عليها باسكو طيب ليه. وهنايا على طاجين كنت سخنته على درجة حرارة متوسطة، ما تعليلهمش النار بزاف باش يطيبولك غاية من الداخل، وما تنقسيلهمش تاني بزاف باش ما يجوكش يابسين. هنايا من المستحسن انك توجدي كل الحبات اللي عندك من بعد تبداي في الطياب، هكذا باش تجيك الخدمة سهلة ونقية وما تنغبنيش. وهنايا إيسي مرة على مرة تقل بيهم، ما تخليهمش بزاف على جهة واحدة باش ما يتحرقولكش من جهة، يطيبوا بالخف. هنا فقط كتدبيرة، يعني إلا بغيتيهم يجوك حمرين بزاف دهني الوجه تاعهم بشوية فقط تاع زيت، ماشي بزاف، شوية فقط، يعطيهم تحميرة شابة للناس اللي تبغي هادو المعجنات يجو حمرين. وهنا للأمانة خليت الفيديو بطوله الحقيقي، ما اقتطعتش منه مقاطع، يعني باش تشوفي طريقة الطبخ تاعهم باللي ما تديش كامل الوقت ويطيبوا بالخوف. وتاني اللي ما تعرفش كيفاش طيبهم، هاهم ليك كيفاش يطيبوهم، طريقة سهلة يعني ومبسطة في الفيديو. هنا والله اخواتي كنت لاهية بزاف، ما صدتش واش ندير للفطور، معيت كنت لاهية بزاف يا خواتاتي، ما كنت اصلا نخمم في الفطور. وفي التالي جا وحده بنتي تبغيهم بزاف هادو المملحات هادو، نديرهم على خاطرها، ما حنايا ناكلو معاها. وانا بنتي ما تحبش الكفتة، ما تحبش اللحوم يعني، وكي نديرهم لها في المملحات كيما هادو تاكلهم يعني بلا ما تعرف، باسكو صغيرة. صدتها طريقة رائعة بتاكل اللحوم كامل، كما نعرفوا اللحوم مفيدين جدا للجسم، كما تاكلهمش الغريانة تحكمها لانيمي، لهذا نحاول توجور نديرهم لها هكذا باش تاكلهم وما تعرفش. وهكذا مرة على مرة راني نقلب باش يخرجوا لي حمرين وشابين، يعني يخرجوا يشهوا ما شاء الله. ونقعد توجور نطيب بنفس الطريقة حتى نكمل كامل الحبات اللي عندي. وهنا خليتكم مع الفيديو، ما بغيش نقتطعه، بيتكم تشوفوا كامل طريقة الطبخ تاعه، باش هكذا اللي ما تعرفش كيفاش اطيبهم اطيبهم كامل ويجوها كامل سوا سوا. وهنايا شوفوا طريقة تاع الطبخ، ونرجع لكم فيما بعد بإذن الله. وهاي لك المملحة تاوعي كيفاش خرجولي، يعني خرجولي ما شاء الله، يعني طيبين على حبة، طيبين غاية، الشكل ما شاء الله. والبنشة نحكي لكم جربوها وما راحش تندموا بإذن الله. وفي الأخير خياتي ما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير، وما تنسوناش بالدعم والاشتراك، وتهلاو في رواحكم بزاف بزاف، ونلتقي في فيديو آخر بإذن الله.